واحد السلام عليكم. واحد تحية ديال الاحترام لكافة الناس الطيبين، وتحية لكافة الناس سواء اللي كيعرفونا ولا اللي ما كيعرفوناش. مني إليهم تحية محبة وتحية تقدير وتحية تشريف، معززين ومكرمين ومشرفين. مرحبا وألف مرحبا بالقناة ديال الكوثري جواد، قناة المتواضعة. وكيقولك واحد المثال: الصدفة خير من ميعاد، لا تعلم على شيء حتى يفاجئك الشيء الذي لم يكن متوقعا أن تصادفه. يعني حاجة اللي ما كتنويهاش، يعني ربي كبير مخفته خفية. يعني هذا الجهاز هذا الإبرا فيفوكس دي فيب ساتيليتي، الهاي في سي 265، الفيناب ساتيليتي فيندير. يعني أنا ما جربتوش وأنا ما شريتوش، وخيط الكذب قصير. يعني أشنو اللي وقع وشنو هو اللي حدث، وهذا جاء كتعويض عن جبر الضرر اللي تعرضت ليه في المناسبة ديال كأس العالم حول السطو وسرقة 864 لايك من قناة الكوثري جواد. وهذه صفعة قوية، هذه صفعة قوية لمجموعة اليوتيوب التي قامت بسرقة لايكات الكوثري جواد. وربما قد تكون اتصالات المغرب هي المسؤولة، يعني بتعاون مع اليوتيوب. وهذه صفعة قوية، فأنا ما شريت، وهذا تعويض عن جبر الضرر وبكبير مخفته خفية. أشنو هو اللي وقع وشنو هو اللي حدث؟ كنت ليلة 26 في 4 مساء عند 4 ديال العشية، الساعة القديمة، كنت أنا هبطت لبريزانس، واحد البلاصة في المكناس سميتها بريزانس. وكانت عندي واحد الصخرة غادي نمشي نشري واحد الجهاز لواحد السيد ديال الايكولينك فينتولايت لواحد السيد ما فحالوش باش نركبوا ليه ونصاوبوا ليه. هو عطاني الفلوس، انا وصلت المحل ديال داك السيد كيعرفني، جبرت واحد مواطن مغربي، واحد الحاج اللي هو من الجالية المغربية المقيمة في الخارج وبالضبط في مدينة تولوز، اللي كان كيقلب على معلم ديال البارابول. وانا مشيت معاه للدار ديالو خارج المدار ديال مدينة مكناس، ومشيت وشفت داكشي ماشي هو هذاك. ولكن رجعنا ليلة النهار 27 بالضبط، وجبت معايا 2 ديال السيبورات، سوديت الرجلين ديالهم من التحت صحاح، صوتهم بالشنيول، ريقلتهم. كان عندي واحد الطبسيل ديال الباور سكي 110 المتر 10، هذاك ديتو ليه عطيتو ليه، صوتوا ليه في القمر ديال فرنسا، لأنهم هما طلبوا مني القمر ديال فرنسا، يعني باغين قنوات ديال فرنسا. هو كان كيشدهم بالتليفون ديال الويفي، ولكن أنا حطيتهم ليه اقراهم الريسيفتور بالمجان، ريسيفتور اخر كان عنده. إذن عملت على تحميل جميع القنوات الفرنسية، كلهم طلعوا عنده، قناة ليكيب، تي في معظم القنوات الفرنس 3 4 6 5 كلهم طلعوا. يعني ارتاح. وطبشي الله درت عليه المسطرة، عندك بدر، أسترا، والأوتيسات 21.6، القنوات التي أن تي المغربية على الأوتيسات 21.6. يعني هذاك الشيء مريق على حق طريقه بالسويتشة مصوب ناضي طن تعشيت عنده. كان واحد العشاء اللي كان هو في المستوى، وبليس لينا قال لي عندك التلفزة صغيرة، اللي هذيك التلفزة الصغيرة اللي كتصاوب بها البارابولات. قلت له انا عندي هاد التلفزة الصغيرة هي اللي عندي، هاد الصغيرة كنديها معايا بحال الطابليت.
ايوا فاجئني وقال لي راه عندي لك واحد الجهاز ديال الاش دي غنجيبو لك. انا ما كنعرفش نصاوبو وما كنعرفش نركب به. جاب لي هاد الابرا في بوكس يعني وسلمها ليا، وانا ما تحاسبت معاه، ما قلت لي خلصني، ما قلت لي خليك. كنت بغيت نزيدو شي حاجه ديال الفلوس وهو قال لي لا. انا بتاع عربيتك بغيت نزيدو واحد 50,000 فرنك، ولكن هو رفض، ما بغاش يشدها. ماشي مشكل، الله يخلف عليه، الله يكثر خيره. وتحية كبيرة تحية كبيرة تحية كبيرة إلى كافة مغاربة المهاجرين عبر العالم، سواء في الولايات المتحدة أو أستراليا أو في روسيا أو في أي منطقة من العالم. لهم مني تحية تقدير وتشريف واعتراف واحترام وتقدير كبير. إذن تبارك توكلنا على الله، وهذا تعويض عن جبر الضرر. وهذه صفعة قوية لمجموعة جوجل ومجموعة اليوتيوب اللي قامت بالسطو وبسرقة 864 لايك، لأنني أقولها بكل تواضع ما قمت به في كأس العالم لن يأتي من فراغ. فأنا تحركا قويا، وعملت على تسجيل 24 فيديو ديال كأس العالم، واستطعت نحصل على 22,419 ديال المشاهدة، واستطعت نحصل على 1074 لايك اللي تم السطو على 864، وخلوا لي غير ديك 210. ولكن ربي ها هو عوضني، فما ضاع من حق إلا وراءهم مطالب، وأنا خديت الحق ديالي. وهمني ندوز اليوتيوب وهمني ندوز جوجل، وأنا أتوعد جوجل وأتوعد يوتيوب، وسوف لن أتأخر ولن أتردد في تسجيل كافة الفيديوهات التي لديهم علاقة ببث المباريات الكروية الهامة، سواء الدوريات، خاصة الشامبيونز ليج، وخاصة كأس إفريقيا، وخاصة كأس أوروبا، وكأس العالم، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وجميع الكؤوس. سأعمل على تسجيلها وتوصيلها إلى الناس. لا يهمني لايك، بل يهمني وهو توصيل المعلومة. فأنا لن أتوقف، سأتوقف مؤقتا، وسوف أعود إلى تسجيل فيديوهاتي، وأنا أعرف ما أنا قادر على فعله، والقادر هو الله سبحانه وتعالى. أعانكم الله بالمحبة والخير. قبل ما نمشي نوري لكم هذا الجهاز هذا ونقدم معلومات. سمحوا لي، احنا باقي ما ودعناكم، سمحوا لنا. إذن هذا هو الجهاز ديال الإبرا في بوكس. هو هذا. أعمل على تقديم بعض المعلومات الخاصة. يا أخي أي واحد اقتنى أي جهاز ديال الفيندير ساتيليتي كيفما كان نوعه، لا بد من شحنه دائما يا أخي. تعطيه القدرة ديال الشحن الكافية، ما تخليش خاوي بلا لا شارج. إلا ما شارجيتيش وما شحنتيش هذا الجهاز هذا، راه البطارية غادية تموت، الباتري غادي يموت لك وغادي يضيع. هذا الفي 9 ماشي الفي 8. هنا عملنا باش نشعلوه، هو هذا. إذن هذا هو الجهاز اللي كتشوفوا معايا. ندخلوا الساتيليت، فوالا. إذن الجهاز كما كتشوفوا معايا هو هذا. إذن كيقرا الهاي في سي 265 والدي فيب ساتيليت. يعني هو جيد على ما أعتقد، وأنا ما جربتوش، يعني أنه جيد. فوالا، خرجوا بحالتنا. نطفيو هذا الجهاز. فوالا، جابوا الله. أنا حقيقة كنت بغيت نشري الجيت ميديا الفي 8 اللي كانت عندي، اللي كانت ضاعت ليا، طاحت عليها الشتا، وخا خدمت بها ما بقاتش خدامة مزيانة، فتخلصت منها. إذن هذا هو الجهاز. تنير جيد حقيقة، كل شيء مزيان.
أستحق هذه المعاملة على جدارة واستحقاق، لأن أنا ما ناش طماع، وأنا وخاصة وديتني التوصيل أنا كنت غنعطيه 500 درهم، ولكن هو رفض يشدها. هذا المهاجر من هذا المغربي اللي هو مهاجر في مدينة تولوز. إذن هذه العلاقة ديالتها، إذن هذا الإرسيات ديالو. ولا يعني حقيقة العائلة ديالته عائلة محترمة، كلهم يتكلمون اللغة الفرنسية، وأنهم ما بغوش القمر ديال النيلسات، أنهم طلبوا مني أنهم ندير لهم قنوات الفرنسية، وأنهم تفاجئوا بالقنوات طلعت. يعني هذاك الشيء اللي كانوا يقلبوا عليه صابوه. أما أن أنا ما قلبتش على هذا، كنت بغيت نشري جيت ميديا، جابوا الله والله وليك الحمد. وهمني يدوز اليوتيوب، وهمني يدوز جوجل، وهمني يدوز اتصالات المغرب، والمخير في خيلهم يشرجوه ما يقصروش. السلام عليكم.